كبدة اسكندراني يعني تتبيلة سحرية بتاعة المحلات. كل الأسرار والتركات بتاعتها هنعرفها في الفيديو ده. طعم حلو قوي، لون جميل، وكمان ريحة تجيب آخر الشارع. أول مرة بتشوفيني، أنا اسمي ريم ودي قناتي. متنسيش تعملي لي لايك حلو للفيديو واعملي لي كمان متابعة حلوة. سر كبدة المحلات وكمان العربيات بيعملوها بتتبيلة كده بسيطة جدا. محتاجين هنا نص كيلو أو كيلو إلا ربع من الفلفل. انا عامله ميكس ما بين الحراق والبارد. لو حابه تستخدمي بارد بس مفيش مشكله، بس الحراق بيديها طعم جميل جدا. دي راس توم كبيره، في عصير ليمونتين كده، فنجان من الخل الابيض من فنجان الشاي العادي، ملح وكزبره وكمون، نص معلقه من كل حاجه، قرن واحد رومي و2 حراق. هنطحن كل الكلام ده في الهون او في المطحنه. هنشيل البذور بتاعه الفلفل الرومي عشان بتبقى كتير. دي دقه الثوم بتاعتنا اللي هنتبل بيها الكبدة. هناخد منها 3/4، يعني حوالي معلقتين كبار، وهسيب معلقة واحدة كده. هقولك هنعمل فيها ايه. عندي كيلو من الكبدة المجمدة. لو حابة الكبدة البلدي من الجزار مفيش مشكلة، هي ممكن تقابلك مشكلة ان هي بتنزل دم شوية في البولة اللي بتشتغلي بيها، وده عادي جدا ان هو يحصل. ممكن تصفي شوية الدم دول منها، بلاش تغسليها بمية ولا بأي سوائل لأنها بتزفر وما ينفعش خالص نلمسها سوائل. هنزل عليها ب4 معالق كبار من التتبيلة، ليهم فنجان من الخل الأبيض، نص معلقة ملح، نص معلقة كزبرة على كمون، عصير ليمونتين كبار. وهنشيل طبعا البذور اللي بتنزل منها عشان ما تسببش مرارة، وما نستغربش من السوائل اللي بتنزل منها، ده طبيعي جدا. هننقع الكبدة في التتبيلة حوالي ساعتين او ساعة كده. كل ما بتتبليها وقت طويل بتفرق قوي في الطعم، وبتطري معاكي الانسجة وبتبقى روعة، غير لما تشتغلي بيها على طول. بصلتين جوليان قطعتهم بالشكل ده، حجمهم متوسط. لو عاوزين تزودوا كمية البصل عن كده تخلوها 3-4 بصلات مفيش مشكلة. وقطعت كمية الفلفل اللي عندي حوالي نص كيلو، وعليهم الفلفل السبايسي الحراق وشوية الدقة اللي فاضلين في الاخر. عندي صينية فرن مستطيلة وممكن طاسة واسعة، فيها نص كوباية من الزيت واسيبهم يسخنوا. هننزل عليهم بالبصل، نقلبهم كويس قوي كده مع بعض، ياخدوا من ريحة بعض تمام، ويتشوحوا 5 دقايق كده. عاوزاهم يتكرملوا وطعمهم كده ياخد من بعض، وتكون النار متوسطة. تسوية الكبدة لازم ناخد بالنا من نقط مهمة جدا. اول ما بنزل بالكبدة بتكون النار عالية جدا، اعلى نار عندك لازم اول دقيقتين كده تكون عالية. بتلاقي الكبدة لسه فيها اللون الرمادي ولون الدم اللي عليها ده طبيعي. هي بتاخد 8 دقايق بالظبط في التسوية عشان تغير اللون الرمادي بتاعها ولون الدم، وتبتدي ان هي تفرفر وتفلفل كده بنحاول نقلبها بالراحة خالص، الدم اللي عليها يختفي تمام. القطعة اللي بلاقيها لسه فيها دم بجيبها شوية على النار. تاني حاجة بلاقيها نزلت عصارة كده وكمية جوز، بهدي عليها النار شوية وتكون النار متوسطة، وبحط لها ملح وفلفل اسمر واسيبها تستوي على البخار ده حوالي 8 دقايق. رشة فلفل اسمر، دقة الثوم بتفرق قوي قوي. مدة تسوية الكبدة 8 دقايق بالظبط، بلاش نزود عن كده عشان بتشد وبتلاقيها كده تبقى زي الكاوتش. ال8 دقايق قسمناهم بطريقة بسيطة. اول دقيقتين بتكون النار عالية جدا، يا دوبك تشم الريحة كده وتغير لون. الدقيقة الثالثة للدقيقة الثامنة بتلاقيها تنزل مية وتغير لون خالص. في الوقت ده لازم نغطي بغطا حلة عشان تكمل التسوية لحد 8 دقايق. شوية كبدة اسكندراني بالبصل حكاية، طعم ولون وريحة يجيب اخر الشارع. عاوزة اقولك ريحتها جميلة جدا، والله الطعم فوق الخيال.